السمنة مش كسل، دي منظومة كاملة بتتحكم فيك من غير ما تاخد بالك. لو انت شغال مع عملاء بيعانوا من زيادة الوزن او حتى بتجرب بنفسك، لازم تطلع من فكرة كل اقل وتحرك اكتر، لان دي صورة سطحية جدا. اللي بيحصل جوه الجسم معقد بكتير. السمنة مش مجرد سعرات زيادة، دي حالة مزمنة فيها تدخل بين الجينات والبيئة وتنظيم هرموني عصبي بيأثر على شهيتك وحرقك. خليني احكي لك عن العميل ده كان ملتزم حرفيا، بيقلل اكله، بيتمرن، بس وزنه ثابت. زمان كنا هنقول إرادة ضعيفة، لكن لما بصينا بشكل أعمق لقينا إن جسمه رافع إشارات الجوع بشكل مبالغ فيه، ولقينا إن الليبتين والجليرين مش شغالين بكفاءة، وده جزء من خلل اسمه نيورو دوكلاين ريجليشن. النظام ده بيربط بين المخ والهرمونات عشان ينظم الشهية والطاقة. الفكرة هنا إن جسمك مش آلة بسيطة، ده نظام بيدافع عن وزنه الحالي. لما تقلل الأكل فجأة، الجسم بيفرز ده كتهديد، فيبطئ الحرق، يزود إحساس الجوع. ده غير إن الجينات والبيئة اللي حواليك، أكل متاح طول الوقت، قلة الحركة، ضغط نفسي، كلها بتدفعك لنفس الاتجاه. الفرق الحقيقي بين التفكير القديم والجديد إن زمان كنا بنلوم الشخص، دلوقتي بنفهم السيستم، وده بيغير طريقة التعامل تماما. بدل ما نضغط على عميل أكتر، بنشتغل على تعديلات ذكية، توزيع بروتين مظبوط، تنظيم مواعيد الأكل، تمارين عالية الشدة بحجم قليل، نوم كويس، خطوات صغيرة، لكن بتضبط الإشارات الداخلية للجسم. الخلاصة إنك لما تفهم إن السمنة حالة مزمنة بتنظيم معقد، هتعرف تتعامل بذكاء مش بعنف. ده اللي بيخلي النتائج تستمر مش بس تظهر. لو أنت مهتم تفهم جسمك أو تشتغل بشكل عملي مع عملائك، تابعني وهفصل لك الجزء ده بطريقة بسيطة وعلمية.